سنقدمه لتشكيلاتنا داخل مركز المدينة سيكون من خلال فرض انتصار قوة الشرطة الاتحادية وبالتنسيق مع قوات الرد السريع قد حضرت يوم أمس ناحية الشورى بالكامل، رفعت العلم العراقي والضوء كامل الرئيس. ناحية الشورى ووصلت القوات الأمنية إلى مركزها ليرفع العلم العراقي في حيي المحطة والضباط. ناحية اتخذها داعش الإرهابي موقعا استراتيجيا للانطلاق منها باستخدام العجلات المنظومة، فكان الرد سريعا لإنقاذ المواطنين والقرى المحيطة بها بعد 10 أيام من محاصرتها. انطلقوا جنبا إلى جنب كي تصدوا بصدور عن الاستيقاظ. واتخذ هناك عدد كبير من المنازل استخدمها داعش الارهابي كمعامل اتجهت نحو شمال الجوهرة باتجاه هناك يعني سوف تصبح نقاط ارتكاز للقوات الامنيه التي سوف تواصل تقدمها باتجاه نحو الحمام منها يعني مناطق وقرى. جزيلا لك احمد على هذه المعلومات والتفاصيل. في اللقاء بعد الإرهابي من مدينة موصل، وهبطت أولى طائرات القوات الجوية العراقية على مدرج القاعدة، وهي تحمل معدات عسكرية وعددا من أفراد القوات الأمنية بعد إعادة التأهيل والتمرين للقاعدة، وستأخذ دورها في